انا ايه خلاني اتجوز واقعد في البيت وابوز وانكد على حالي وحال اللي جابوني؟ ما انا كنت لوحدي في حالي، عايش جنبي وانا راضي وانا مالي وقاد اللي جابوني. الحق يا حماسة، بيقولك نسبة الطلاق في مصر وصلت ل81%. ما نعمل ايه للستات؟ هم السبب دايما، هم اصحاب المشاكل. يا سلام، طب وليه ما يكونش الرجالة؟ يعني اشمعنى يعني الستات؟ يا عم الرجاله دول غلابه قوي قوي وعاوزين يعيشوا. طب ما الستات غلابة برضو عاوزين يعيشوا. نسبه بسيطه جدا. دور كده واعمل سيرش كده على كل حالة طلاق، هتلاقي الست هي السبب، هي الينبوع، هي سبب المشاكل كلها. هي الينبوع ازاي يعني؟ اقول لك ايه، عشان الست بتتعامل مع الجواز على انه مصباح علاء الدين السحري. لا، وضح اكتر عشان افهمها دي. كل واحدة بتتجوز من دول عايزة جوزها يحتويها ويصرف عليها ويحسسها بالامان وبالحنان، كأنه واخد مؤبد حبة عين. طب وايه المشكلة؟ ما ده حق مشروع ليه؟ وهو مين يصرف عليه ويحتويه ويحسسه بالامان والحنان؟ ازاي يعني يا حماسة؟ ما هو الراجل. وهو الراجل ده جاي منصور يعني بيطلع نار من بقه؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي ان كل ست لما بتتجوز بيبقى عندها احتياجات، الراجل برضه عنده احتياجات والتزامات وقوانين. وايه احتياجات الراجل من الجواز؟ أه؟ احتياجات الراجل من الجواز. السعادة والاستقرار، التقدم والازدهار، والخميس ضرب نار. انا برضو ما فهمتش ايه المشكلة هنا. المشكلة ان انت لو قارنت حياة الراجل قبل الجواز وبعد الجواز هتلاقي ان حياته طبعا قبل الجواز احلى بكتير من بعد الجواز، والعكس صحيح. حياة الست بعد الجواز احلى بكتير من قبل الجواز، وده ان دل بيدل على الاستفادة الكبيرة اللي الست بتكسبها والخسارة للأسف اللي الراجل بيخسرها. ومع كل ذلك الست دايما هي اللي مظلومة، لا وكمان من جبروتها بتشتكي. طب هي حياة الراجل قبل الجواز احلى في ايه؟ اولا ودي الاهم، مش شايل مسؤولية خالص غير نفسه. ثانيا بيطلع وينزل براحته. ثالثا بينتج في الشغل اكتر. رابعا عنده صحاب وعلاقات كتير. تخيل بقى انت لما ربنا يديك كل النعم دي وتروح انت تتجوز. يا عم، ما انت لسه قال من شوية الخميس ضرب نار. يعني انا عشان افرح الخميس اتعكنن بقى الاسبوع؟ وبعدين في ملحوظة مهمة. ملحوظة ايه؟ هما الرجالة بس اللي بينبسطوا بالجواز ولا الستات كمان بتنبسط؟ كله بينبسط. بس يبقى احنا كده متساويين في النقطة دي. نيجي بقى لباقي المشاكل. انا كراجل دلوقتي بقيت ملزوم وبصرف على بيت، انما الست مش ملزمة. مظبوط. الست بقى قبل الجواز كده كده كانت بتغسل وكده كده كانت بتنشر وكده كده كانت بتطبخ، بس بدل ما كانت بتعمل كده في بيت ابوها وامها بقت بتعمل كده في بيت جوزها. عايز تقول إيه يعني؟ انا ايه خلاني اتجوز واقعد في البيت وابوز وانكد على حالي وحال اللي جابوني؟ ما انا كنت لوحدي في حالي، عايش جنبي وانا راضي وانا مالي وقاد اللي جابوني. عايز اقول لك يا سيدي ان الست مش خسرانة حاجة من الجواز، بل بالعكس هي المستفيدة. كلام جميل. طب ليه بقى الستات ما تسيبش الرجالة على راحتها؟ ليه الست ما تعتبرش ان جوزها ده واحد صاحبها مثلا؟ ازاي يا جدع؟ اه والله يا عم زي ما بقول لك كده، ايه غريبة يعني ولا ايه؟ يجربوا بس هم يعملوا الكلام ده وهيدعوا لي. يعملوا ايه يعني؟ مش فاهم، حرام عليك توهتنا، الله يخرب بيتك. بص يا سيدي، يعني يسيبونا براحتنا، نخرج براحتنا وندخل براحتنا ونقعد مع اصحابنا على القهوة. تفتكر يعني ان ده هيجيب نتيجة؟ امال ايه؟ الراجل طول عمره متعود على الحرية، ما بيحبش اللي يخنق، بيحب ياخد السبيس بتاعته. وتطلع ايه بقى البسبس دي بقى ان شاء الله؟
السبيس ده يا صاحبي يعني المسافة، ده تشبيه بسيط يعني. خلاص فهمتك، بس برضه في مشكلة لازم ناخدها في الاعتبار. ناخدها ما ناخدهاش ليه يعني؟ ما احنا ما خدنا كتير. المشكلة ان في ستات بتخاف تدي السبيس فيقوم الراجل يهيص. كلام جميل، بس هسألك سؤال. اتفضل يا بيه. حاجة بالعقل يا سامبو، الراجل لو عايز يهيص هيهيص. هيهيص. حلو قوي. يبقى يهيص قدامنا ولا يهيص من ورانا؟ تصدق عندك حق. احنا محتاجين 5 عقل بس، نفكر نشغل الجمجمة دي بدل ما احنا عمالين نحشيها محشي وبطاطس. هموت واعرف انت بتجيب المعلومات دي منين. خبرة. اديني من خبرتك يا معلم حماصة. خلاصة الكلام يا صاحبي، الراجل لازم يحس انه لما اتجوز ان حصل تطور في حياته، انما اللي بيحصل وبنسمعه اليومين دول ده مش تطور، ده تهور. عندك حق والله يا حماصة. وانا من موقعي هذا بعتب على الرجاله السيس ده من الرجالة السيس ده؟ اللي مبوظين صورتنا عند الستات. ازاي يعني؟ اللي يروح يجيب له عربيه هديه لمراته، واللي يكتب لها شقه باسمها، واللي يقول لها يا بيبي وانا ما اقدرش اعيش من غيرك، ويا ريتني عرفتك من زمان. وهو ده بيحصل اصلا؟ ايوه يا ابني، في رجاله كدابه كده. طب وايه المشكلة يعني يا حماصة؟ بيتمرع يا صاحبي، وربنا يكفيك شر الست لما تتمرع. صح يا اسطى، انت عندك حق. انا ازاي ما كنتش اخد بالي من الكلام ده؟ اصحى يا عم اصحى لا يغفلونا. الو، انت فين كده؟ معلش بس يا حبيبتي نزلت اقعد شويه مع صاحبي على القهوه. كده برضه يا حماسه من غير ما تقولي؟ معلش يا روحي حقك عليا. امم لا لا بجد انا زعلانه منك. ليه كده بس يا قلبي؟ انا ما اقدرش على زعلك، ما انت عارفه يا عمري ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. حماصة انت كويس يا ابني؟ ايوه يا عم، في ايه مالك؟ عارف يا حماسه لو طلعتش قاعد على القهوه مع صاحبك هيعمل فيك ايه؟ عارف طبعا يا حياتي. والقهوة اللي انت قاعد عليها دي رجالة بس ولا رجالة وستات؟ انا من بعد ما شفتك ما بقتش اشوف ستات قدامي اصلا. يا لهوي على كلامك الحلو. عايزة حاجة وانا جاي يا عمري؟ ما تنساش طلبات البيت بقى وانت طالع. عينيا يا قلبي. هو مين عليه غسيل مواعين النهاردة؟ انت يا حبيبي. احلى يوم عندي اليوم اللي بغسل فيه المواعين ده. يلا بقى باي عشان البقعة تخلص. هشحنها لك وانا جاي يا عمري. باي يا روحي. باي يا قلبي. صحيح يا اخي، الراجل من غير ست زي الموبايل من غير نت.